نختموا الساعة الأولى من برنامجنا معك أنت زميل قيس بن مفتاح. الناس كل قاعدة تشوف فينا لابسين الشارة الحمراء اليوم في برنامجنا، طبعا في القناة الوطنية الأولى وحتى القناة الوطنية الثانية. كل أعوان التلفزيون التونسية. فوالا الأعوان تاع المؤسسة الكل لابسين في الشارة كامل الحمراء. مقرات العمل. الناس أكيد تتساءل شنو الأسباب نتاع هذايا. البداية نحييك أنت بالذات والزملاء في الوطنية اثنين. يعيشك. بالصورة هذه وبتوحد كل القطاعات بدون استثناء، صحفيين وتقنيين وإداريين، نجموا ننهضوا بالتلفزة التونسية وبالمرفق العمومي السمعي البصري. اجتماع عام نهار 10 جانفي، لائحة مهنية أكثر من 700 عاون حضروا، لائحة مهنية فيها مطالب 3 محاور. المحور الأساسي والعنوان استقلالية التلفزة التونسية كمرفق عمومي، وإصدار مرسوم ينص صراحة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للقرار، بما معنى طريقة التسيير القادمة اللي كانت وأن الرئيس المدير العام هو الحاكم بأمره، هو يقرر اللي يحب، ما عندوش استراتيجية وإلا السلطة فوق تحكم فيه وينفذ. هذاك النقابات اقترحت آلية وأنه تسيير جماعي عن طريق مجلس إدارة، ثلث ممثلي الأعوان بالانتخاب المباشر، ثلث المنظمات المهنية اللي في القطاع وخبراء في الإعلام والمجتمع المدني، والثلث الأخير هو سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. هذه آلية معناها فعل مش أقوال ولا شعارات لضمان الاستقلالية. المحور الثاني شوية من المحاسبة والتطهير، لأنه ما تنجمش تقدم إعلام جديد ولا مرفق عمومي سمعي بصري جديد ولا بصفة عامة بنفس بعض نقول أنا الأشخاص اللي خدموا قبل من غير المعقول، مش اللي كتب فيك وفيا وفي أعوان التلفزة الكل التقارير السرية، هما بيدهم نجم نلقاه غدوة باش يكون في مجلس إدارة ولا باش يكون في هيئة تحرير، مش معقول. هذاك علاش طلبنا لجنة تحقيق مستقلة هي تطلع على الأرشيف الإداري متاع وزارة الداخلية ومتاع وكالة الاتصال الخارجي وما تراه صالحا تقوم به. ثالثا المحور الثالث هو الإطار التشريعي والهيكلي. المرسومين 115 و 116 اللي تصدر عليهم الهيئة التعديلية للسمع البصري واللي هي باش تسير المنظومة السمعية البصرية، للأسف الطريقة اللي تعاملت بطريقة متاع زاوية ضيقة، معناه كأنه القطاع السمعي البصري الكل قطاع واحد هو اللي يسير فيه. السمعي البصري منوعات، مسلسلات، برامج، أخبار، للأسف الطريقة اللي تعمل بها نظر من زاوية واحدة، لذلك طالبين مراجعته قبل تفعيله. متمسكين بهم ال 115 116 لكن في الصيغة الحالية ما يحققوش المطلوب ونطالبوا بمراجعتهم قبل التفعيل نتاعهم. واضح. شكرا لك زميل قيس بن مفتاح، يعطيك الصحة. مواصلين برنامجنا وجاي وقت الموعد الثاني للأخبار، أخبار 8 صباحا.